عنده 5 سنين لما جوزي مات. محمد ابني، بكلمكوا على محمد. ساعتها قلت والله ما يدخل عليه جوز ومن اللحظات دي بقى هو كل حاجة، أبويا وأخويا وصاحبي وابني الدنيا، هو دنيتي. كنت أوديه المدرسة وأفضل واقفة له على باب المدرسة لحد ما يخلص عشان أخده ونروح. ما كنتش أعرف أقعد في البيت من غيره، هي الدنيا كلها أصلا ملهاش طعم من غيره. لما كبر اسم الله ودخل الكلية، دخل هندسة، طول عمره مفرح قلبي وجابر خاطري. دخل هندسة، كان يبقى عنده بقى اللي هي الكورسات دي اللي هي تبع الكلية وكده. كنت اروح افضل برضك واقفه له قدام باب الكرسي لحد ما يخلص بالعربيه واخده ونروح. هو ما كانش ليه صحاب، ما كانش ليه اي حد، لا صحاب ولا بنات، لا عمره كلم بنات ولا الكلام ده، ولا ليه صحاب. هو انا وبس، انا الدنيا كلها. هو انا الدنيا بالنسبه له، هو دنيتي انا كمان. خلص الكليه بتاعته والحمد لله اشتغل في شركه حلوه قوي ومرتبه بصوا يعني مسك الخشب. المهم جيت رحت قلت له ايه، بص يا حبيبي، انت دلوقتي بقى عندك 25 سنه، انا نفسي افرح بيك، نفسي اشوف لك عيال واشوف لك عزوه ونعوض اللي انا اتحرمت منه. انا كان نفسي يبقى عندي عيال كتير وعيله وبتاع، بس يعني الحمد لله نعوض بقى اللي احنا اتحرمنا منه في ان انت يبقى عندك عيله كبيره. انت اختار لي العروسه اللي انت عايزها، اللي على مزاجك وكيفك، وليك عليا شهر 30 يوم بالكمال والكمال، 30 يوم واكون مجوزاك وفرشلك الشقه احلى فرش وعامله لك فرح البلد كلها تتحكى عنه. انت بس اختار العروسه، ده اللي عليك. تمام؟ قال لي تمام. 3 4 ايام شكله كده كان منمر على واحده بس ما كانش قايل لي يعني. راح جاب لي صورتها، البت زي القمر، بدر منور، عجبتني. انا شفت صورتها عجبتني. قلت له يلا على خيرة الله، حدد لنا ميعاد مع اهلها على طول عشان ايه نروح نتقدم لها. حدد لنا ميعاد، واحنا قاعدين في القعده، انا ست دغري، انا ما بحبش الكلام اللي بمعنيين، انا ست احب اقول اللي انا عايزاه على طول كده. واحنا بنتفق قلت لهم بس ايه بعد اذنكم والرجاله كلها قاعده، انا بس ايه عايزه اقول حاجه. بصي يا بنتي، شقتك تفرشيها زي ما انت عايزه، وانا مش جايبه له شقه، انا جايبه له قصر، والله العظيم قصر دورين، شقه محمد دورين. الفرش اللي عايزاه، هي مدهونه بس الدهان اللي انت تقولي عليه يتغير، لو عايزه البلاط كله يتشال ويتحط غيره على ذوقك يحصل اللي انت عايزاه. الفرش اللي تشاوري عليه، الاجهزه اللي تقوليها، احنا بصي انا تحت امرك، ده بيتك مملكتك، لازم تكوني قاعده ومرتاحه فيه، واللي انت عايزاه كله يحصل. الفرح ليكي عليا، اللي تقوليه يتعمل قده 10 مرات، واعمل لكم فرح البلد كلها تضحك عنه. ده فرح الغالي، فرح الغالي، فرح اي حد، فرح محمد. بس يا بنتي اللي اوله شرط اخره نور، وقدام العيله وقدام الرجاله اللي قاعده اهو عشان الكلام يبقى واحد. انا ست وحدانيه، ماليش في الدنيا حد ولا ليا حاجه في الدنيا غيره، هو محمد. انا مش طالبه منك حاجه خالص غير انك ما تبعديش ابني عني. قالت لي ايه يا ماما اللي بتقولي؟ قلت لها اكمل، سيبيني اكمل. كانت بتقول لي ماما وقتها يعني كانت بتقول ماما. قلت لها بصي يا حبيبتي، انا ماليش في الدنيا غيره، وانا ست وحدانيه. انا لو حد خبط عليا وزقني ودخل سرقني ولا قتلني محدش هيحس بيا، ما فيش زق. ولو تعبت في نص الليل شرقت عوزت اشرب بق ميه بتاع، انا مريضه، محدش برضك هيخدمني ولا هيساعدني ولا يعمل لي حاجه. لو مت في بيتي محدش بيسأل عليا، محدش هيحس بيا لما تشموا ريحتي. انا مش طالبه منك حاجه غير انك ما تبعديش ابني عني، ومش طالبه منك حاجه غير ان فطاره وفطارك والغدا والعشاء يبقوا عندي بس، زي ما احنا متعودين. انا معرفش ادوق لقمه من غير ما هو يكون معايا، وعايزه ونس. وليك عليا في اوضه عندي في الشقه، الاوضه دي انتي نقيها وفرشيها على مزاجك، اوضه بحمام، اوضه بحمام، يعني كانها شقه صغيره،
انت وانت بتنقي عفشك هتنقي بردك دهانات الاوضه دي وعفش الاوضه وكل حاجه، علشان دي بردك كانها شقتكم التانية عندي هنا في البيت، بحيث انه مثلا الدنيا ليلت، مش عايزين تطلعوا، كسلتوا تدخلوا تناموا في الاوضه، ربنا يديكوا عيل بعد كده مش عايزين تطلعوا بيه يبرد، عيان مش عارف ايه، برضك يبقى ايه انت قاعده ايه في الاوضه بحريتك، عشان ما تضايقكيش انا ولا حاجه. تمام يا بنتي؟ قالت لي تمام يا ماما. اللي اوله شرط اخره ايه؟ اخره نور يا ماما. وعملت له فرح البلد كلها كانت تتحكى بيه، هي نفسها كانت تقول لك انا اتعمل لي فرح ما اتعملش في البلد كلها. والحمد لله خلاص دخلوا، عملنا الدخله ودخل. اجي اكلمه، يلا يا حبيبي عشان تنزل تفطر معايا انت ومراتك، الاقيه ينزل لي من غيرها. فين يا حبيبي مراتك؟ ما نزلتش معاك ليه؟ ليه؟ اصل يا ماما مش عارفه، اصلها نمنا متاخر امبارح وبتاع ومش قادره تقوم. اقول له ماشي، ما جراش حاجه، وانت طالع خد الفطار معاك. الغدا الاقيه نازل لي من غيرها. فين يا حبيبي مراتك؟ ما نزلتش معاك ليه يابا تاكل وبتاع؟ اصل ماما مش عارفه جالها مغص، متمغصه وبطنها وجعاها ومش عارفه ايه. قال له لا الف سلامه. طب ما تديهاني اكلمها اطمن عليها، اصلك يا ماما نامت، خدت دواء للمغص وبتاع ونام. اقول له ماشي يا حبيبي، الف سلامه، ما يجراش حاجه. يجي العشاء ينزل لي من غيرها. فين يا حبيبي مراتك؟ اصلك شدنا مع بعض، اصلك مش عارفه زعلنا من بعض ومش عارفه ايه وشدنا. قلت لها اقول لك انا نازل لامي مش عايزه اقعد لك في البيت. يجي اليوم اللي وراه، فين مراتك؟ اصلك مش عارفه ابصر ايه عند امها. حاجات كده صح، على اساس ان انا عبيطه يعني، مش واخده بالي مش فاهمه. وما بقتش تنزل، قطعت. لحد ما جيت رحت واخداه في يوم، خدته على جنب كده، قلت له هو في ايه يا حبيبي؟ هو انا عبيطه؟ هو انا مش قاريه عينك وشايفه اللي فيها؟ هي مراتك ما بتنزلش ليه؟ هو حد ضايقها؟ انا زعلتها في حاجه؟ عملت لها حاجه؟ ده انا حتى الاكل انا اللي بعمله، انا ما بخليهاش تشيل كوبايه، ما بتشيلش معلقه من على الترابيزه، هي تنزل زي الغريبه تاكل وتقوم. وفي في اللي عندي بجيب واحده تنظف كل يوم ولا كل يومين، وانا الاكل انا اللي بعمله. حد زعلها في حاجه حبيبي؟ يمكن انا عملت حاجه وانا مش واخده بالي، يمكن قلت كلمه عملت حركه. قال لي لا يا ماما، هي الصراحه قعدت اتكلمت معايا وقالت لي انها مش مرتاحه في الوضع ده. قلت له وضع ايه اللي هي مش مرتاحه فيه يا حبيبي؟ قال لي يعني وضع ان احنا طالعين نازلين عليكي ومش عارفه ايه، وان الاكل عندك وكده، هي مش مرتاحه، وقالت لي الصراحه الوضع ده مش عاجبني واحنا ما كناش متفقين على كده. قلت له ايه؟ مش متفقين على ايه؟ لا معلش، ده كان اتفاق، ومش اي اتفاق، ده كان اتفاق قدام عيلتها، قدام رجالة عيلتها. وانا قلت ان انا ابني ما يبعدش عني، وقلت ان فطاركوا وغداكوا وعشاكوا هيكون عندي. حصل ولا ما حصلش يا محمد؟ قال لي حصل يا ماما، ما انا قلت لها الكلام ده. قلت له امال ايه اللي جاي؟ كانت فاكراه فض مجالس، عينيا يا ماما وحاضر يا ماما، وفاكره فض مجالس، ولما تتجوز هتروضك بقى، لما تتجوزك هتربيك، لما تتجوزك هتقولك لا معلش اصل انا مش طالعه، اصل انا مش نازله، فاكراك هتبعد عني. ليه يا حبيبي؟ وليه اصلا نبعد؟ ما نبقى كلنا عايشين مع بعض في بيت واحد وعيله واحده، وتجيب عيال ويتربوا في حضني. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني الواحده من دول تتجوز الراجل تبقى عايزه تاخده من امه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ هو انا عملت لها ايه؟ ده انا حطاها فوق راسي، ده طلباتها اوامر، وانا ما طلبتش منها حاجه غيرك تبقى معايا، ما تسيبنيش. انا ما غلطتش فيها ولا غلطت في حاجه. قلت له دي لازم تتعاقب، عشان هي تقريبا كانت فاكره ان انا بقول الكلمتين دول قدام الناس، ووقت التنفيذ الدنيا بتختلف، فاكره ان كلمتي بتنزل الارض. انت عارفني يا ابني، انا كلمتي واحده، فطارك غداك عشاك عندي هنا، عايزه تنزل معاك اهلا وسهلا، يتفتح لها البيت ويتفرش لها الارض ورد. مش عايزه تنزل وعاصيه نفسها عليك، هي حره، تقعد لوحدها فوق.
بياتك ونومتك وقعدتك عندي هنا في البيت في اوضتك. هي عايزه تنزل تقعد معاك اهلا وسهلا، مش عايزه هي حره. ليك ساعتين تطلعهم لها في اليوم، الساعتين اللي انا بقيلهم الظهريه. عايز تطلع لها اطلع لها وانا نايمه. اصحى من نومي الاقيك جنبي، الاقيك معايا، عشان تعرف ان انا ما كنتش بهزر، عشان تعرف ان انا ما كنتش بقول كلام فض مجالس وهي تقول لي عينيا يا ماما ومش عينيا يا ماما ويطلع كذب. لا لا، انا كلمتي ما بتنزلش الارض، وانت مش هتبعد عني. تمام يا حبيبي؟ تمام. قال لي تمام. وفعلا بقى فطار وغداء عشاء عندي في البيت. يجي من شغله عليا، ينام عندي، يطلع لها ساعة ساعتين اللي أنا نايماهم، أصحى ألاقيه قاعد جنبي، قاعد جنبي، والدنيا مشيت على كده. المهم لقيته جاي بيقول لي يا ماما ده أنا مراتي راحت عند أبوها، قال لي يا ماما دي طالبة الطلاق. قلت له الطلاق؟ ده انتوا ما كملتوش شهر، ما كانش ليهم شهر جواز. ليه يا حبيبي؟ قال لي اصلها بتقول لي خف من امك شويه. قالت له كده، قالت له كده، خف من امك شويه، يمك تطلع بره حياتنا وتخف نزول وطلوع وقاعده عندها، يا اما انا مش هكمل. طلقني. قلت له طلقها، طلقها، خليها تمشي، مش انا يا هي، يبقى هي اللي تمشي، انما انا مش همشي، انا مش هسيبك، مش هسيبك لحد، ومش بخرب بيتك وما يعيبكش حاجه. انت راجل، ما يعيبش الراجل حاجه، هي اللي هتتعاب، هي اللي هيتقال عليها قبل ما تكمل شهر من جوازها كانت اتطلقت. مش هي اللي ما التزمتش بالوعد، مش هي اللي ما التزمتش بالاتفاق، يبقى خلاص هي اللي قررت. والباد يظلم يا ابني، هي اللي تمشي، انما انت ما تسيبش حضني وتمشي. انا كده غلطت؟ هي اللي ما التزمتش، وانا ما كنتش عايزه كل ده يحصل. انا مش عايزه حاجه غير ان ابني يكون في حضني، ومراته تبقى في حضني، وعياله يبقوا في حضني، يبقوا في بيتي ويبقوا حواليا، واعمل عزوه. ليه كل واحده عايزه تتجوز واحد تاخده من امه؟ ليه؟ ليه عملت لها ايه؟ علشان تحرمني من نور عيني. قلت له طلقها، ودلوقتي ماشيين في اجراءات الطلاق، يا كده يا يخف من امه.